ايه رأيكم في شكل القلقاس القمر ده؟ شايفة لونه، شايفة خضاره، شايفة شربته قد ايه خفيفة. بأمانة تحفة، جميل جدا. تعالي كملي معايا الفيديو وانا اقولك طلعنا الطبق القمر ده ازاي. اول حاجة انا بجيب القلقاس، بس بصي بقى، انا اول مرة اجيب القلقاس الصغير ده. بصراحة انا دخت وما لقيتش القلقاس الكبير، انا بحب اجيبها واحدة بس تطلع كيلو، كيلو ونص، 2 كيلو. هاتيها قلقاسية واحدة بتاخد نفس السوا وبيبقى افضل من الصغير ده. بس هو عامة القلقاس دلوقتي بشاير، مش هياخد سوا ولا اي حاجة. خلاص هقشره وهقولك هنعمل فيه ايه. تقشريه بقى بالمبشرة بالسكينة، الطريقة اللي تريحك. تقشريها وهقولك. وهو ده شكله بعد ما احنا قشرناه. هنقطعه واعملي زي ما انا بقولك. حاولي ما تجيبيش القلقاس الصغير ده، هاتي الكبير احسن من الصغير، بس انا ما لقيتش. شكله بعد ما احنا قشرناه وقطعناه، قطعيه بالشكل اللي يريحك. انا بحبه المقاس ده. بصي بقى، في ناس بتمسحه بالفوطه، طريقه حلوه وجميله وزي الفل. انا ما بحبش امسحه، انا بحب اغسله بميه سخنه. بغسله مره واتنين وتلاته لحد ما يبقى عامل زي البطاطس كده. خلاص هغسله وهوريهولك برضه. انا معايا سلق ومعايا كزبره. لكل كيلو من القلقاس ليه ربطه من الكزبره وربطه من السلق. انا جايبه 2 كيلو قلقاس، حاطه لهم 2 و2. تعالى اقولك انا بعمل فيهم ايه. انا بقطع العود الطويل ده، ما بجيبوش خالص، يبقى معاكي بالطريقه دي، او بتعمليه كده. بالنسبه للكزبره انا ما باخدش العصيان بتاعتها، باخد منها الورق بس. الطريقه دي حطي الاتنين عادي على بعض. انا هخلص بقيه الكميه دي كلها وهغسلها كويس وهخرطها بالمخرطه، عشان انا ما بحبش اعملها ولا بالكبه ولا بالخلاط، بحب اخرطها بالمخرطه. هخرطها بالمخرطه وهرجع لكم. بصوا انا غسلت القلقاس لحد ما وصلته، بصوا للمرحله دي مفيهوش اي حاجه. غسلته بميه سخنه كذا فم كمان. هضيف عليه الشوربه. انا عندي شوربه فراخ سمينه وجميله كده. احنا حطينا كميه الشوربه المناسبه لينا، يا دوبك بتغطي القلقاس كده. معايا مكعب من المرقه، حطينا مكعب من المرقه. انا الشوربه بتاعتي سمينه وجميله. بحط عودين من الشبت اهو، بخرطهم خريط رفيع. نص معلقه من الثوم الني. هنضيف ليمونه كامله. كده انا ما بضيفش اي حاجه تاني على القلقاس اكتر من الليمونه والشبت والثوم الني، كده كفايه قوي. ومكعب من المرق هيتسلق وهقولك هنعمل فيه ايه تاني. معايا طاسه على النار، بحط فيها معلقه كبيره من السمنه. انزلي بالسلق بتاعك. انا ما بحبش اصفي السلق واخد ميته واحطه على القلقاس. اعملي الطريقه دي تعجبك قوي. بصي اول ما بتنزلي بالسمنه والسلق، بصي هينزل ميته. هوريكي دلوقتي. بصي قد ايه ميته، هو لسه كمان ما نزلش الميه بتاعته. اول ما هينشف من الميه وسمنته تبان، هتقلبيه تقلبتين وهوريكي شكله خطوه بخطوه معايا. بصي الميه بتاعته قد ايه.
الميه دي كلها هتنشف دلوقتي. ومعانا برضو في نفس التوقيت القلقاس اهو لسه بيتسلق على النار. القلقاس ما بياخدش وقت، من عقبال ما هو بيغلي على النار ويستوي بنكون عملنا له السلق. وبحب اعمل السلق لوحده والطشه لوحدي، التومه اللي هي لوحدها. شايفين الميه اللي نزلت من السلق قد ايه؟ كل الميه دي دلوقتي هتنشف. شايفين هو نشف ميته خالص اهو. دي السمنه بقى، دي مش ميه. شايفين؟ انا عايزه اوصل للمرحله دي مش اكتر من كده. حلو قوي كده. شايفين لونه بقى وشكله؟ بأمانة خطير. بصوا انا معايا القلقاس بتاعي استوى، من عقبال ما عملت له السلق كان استوى معايا. هطفي عليه. اوعي تهري القلقاس قوي، خليه فيه تكه بس بسيطه عشان لما تيجي تسخنيه بعد كده ما يتهريش منك. تعالي بقى نعمل له الطشه الجميله بتاعته. معايا طاسه فيها معلقه سمنه كبيره، معلقه ثوم. في ناس بتعمل السلق مع الثوم مع بعض، بس جربي الطريقه دي وهتدعي لي بقى. بامانه بيبقى ريحته جميله جدا. ولما بتيجي تطش الطشه لوحديها اللي هي بتاعه الثوم دي بيبقى الريحه حلوه، احلى ما انت بتحطي الاتنين على بعض. بصي وهو لسه رايح اهو يحمر، تنزلي بمعلقه من الكزبره الناشفه، تديله بقى تقليبتين كده. خلاص حلو قوي كده لون الطشه. وهي دي طريقتي في القلقاس، بامانه تحفه وجميله. شايفه انا ما بغيرهاش، واي حد بيعمل طريقه جديده بصراحه ما بحبش اغيرها، عشان انا معتمده على الطريقه بتاعتي وعجباني وطعمها تحفه. يا رب تجربيها وتعجبك. شايفين؟ بصي القلقاسيه ما تسويهاش اكتر من كده، بامانه جميله جدا.